الشيزوفرينيا والتخبط في الرساله دي يمكن بتعبر عن الواقع اللي احنا عايشين فيه. نطلع بالبرنامج ولا لا؟ ينفع نجيب ناس في المسرح؟ ينفع نعمل حلقه من غير جمهور؟ ينفع نجيب جمهور دلوقتي؟ ينفع نطلع نهزر وبلد ولعه؟ الاسئله دي كلها واللخبطه دي نفس اللي بيحصل في البلد. عاجبك اللي مرسي عمله؟ ازاي يفرض طوارئ؟ يا عم في ناس كتير ماتت يا عم. امال يسيب البلد تخرب؟ دلوقتي الشعب هيقول لك يسقط مرسي. طب نجيب مين؟ كانوا بيقولوا لنا كده على مبارك، هنجيب مين يعني؟ المشكله ان اللي بالطريقه دي اي حد هيجي هيلاقي حد يشيله. يعني عاجبك الناس اللي بتموت في عهد مرسي؟ ما هو حصل ايام مبارك. طب يبقى شيلنا مبارك ليه؟ عشان قتل شعبه. طب ما مرسي عمل كده. لا دول بلطجيه. ما هو مبارك كان بيقول كده. لا بس احنا ما كناش بلطجيه، دي كانت سلميه. كانت سلميه يعني ما كانتش سلميه قوي برضو. كان في اعمال عنف وحرق. فين الحرق والعنف ده؟ انت ناسي حرق الاقسام وعربيات الشرطه والجيش اللي في السويس؟ واسكندريه وهنا كمان على كوبري قصر النيل. بس احنا مالنا باللي كانوا بيحرقوا بره الميدان، احنا المهم جوه الميدان. ما دلوقتي اللي بره وجوه الميدان بينضربوا. يا عم خلي البلد تمشي. طب ما كانت واقفه ايام ال 18 يوم وكنت مبسوط وما كانش عاجبك اي تنازلات الا ان مبارك يمشي. صح، كنا بنقول مبارك لازم يمشي. يعني عايز مرسي يمشي؟ ما فرقش عن مبارك، يمشي. طب نجيب مين؟ معارضه، مجلس رئاسي. والاسلاميين هيسكتوا؟ دول هينزلوا يولعوا البلد. وهتعمل ايه ساعتها؟ نعمل انتخابات. ولو الاخوان كسبوا هيكسبوا؟ طبعا. يعني انت شايف عندك معارضه؟ عايز الحق؟ لا مش معارضه ولا ريحتها حتى. يبقى نسيب مرسي. طب ما كنا نسيب مبارك بقى. لا مبارك كان ظالم. طب ومرسي؟ ده ماشي بالاغلبيه. طب واللي مش اغلبيه يعملوا ايه؟ ينقطونا بوسكاتهم، دول حيالله حبه عيال في الميادين ومصر 90 مليون. ما كان بيتقال علينا كده ايام الثوره. مبارك كان ماشي بالعافيه. مرسي ماشي بالصندوق. مرسي ده ماشي بالصندوق وماشي علينا احنا بالعافيه. يبقى نشيله. ولو ما نفعش الجيش يشيل الليله. يلا خلي البلد بقى تولع وتتعدل بقى. ما هي لازم تولع على الاخر، لازم تجيبها كده على الارض. وهي كانت اتعدلت بحكم عسكري قبل كده؟ نجرب تاني. امال عملنا ثوره ليه؟ علشان نعدل. وهو فين؟ ولا اعرف. يبقى نشيله. ونجيب مين؟ المعارضه؟ قصدك جبهه الانقاذ، لطاف بيعملوا مؤتمرات واجتماعات كده، بس هم اخرهم 5 متر بعد المقر، فلما يعملوا حاجه عليها القيمه يبقى ساعتها نتكلم عنهم. طب مين المسؤول؟ الحزب الحاكم، مش دول الجماعه المنظمه اللي هتعدل الدنيا؟ مش دول بتوع ليه تنتخب شخص لما ممكن تنتخب مشروع؟ يا عم دول الاغلبيه. بمناسبه الاغلبيه اللي انتوا فرحانين بيها ديت كانت هتصوت بنعم برضه لمبارك لو اتعمل استفتاء ان هو يكمل ال9 اشهر بتاعته. وهم نفس الاغلبيه اللي وصلتكم للحكم عشان الاستقرار اللي كان الحزب الوطني بيبيع وهم. ما هي الاغلبيه دي هي اللي ما كانتش مهتميه بيكم وانتم في السجون. بصراحه كده كانوا شايفين ان الثوره موقفه حال البلد. كانوا مصدقين ان اللي في الميدان خونه وبلطجيه زي ما بتقولوا عليهم دلوقتي، خونه بلطجيه اعداء وطن. طب والفوضى اللي في الشارع دي؟ صحيح في فوضى وانفلات، لكن اللي بيحصل في الشارع دلوقتي انتوا اللي ابتديتوه. انتوا اللي مليتوا الميادين وهددتوا عشان نتيجه انتخابات. انتوا اللي بعتوا ميليشياتكم باسم الشرعيه تهجموا على الناس في الاتحاديه. انتوا اللي حصرتوا المحكمه الدستوريه لانها هي كمان متآمره عليكم. فما تستغربوش باللي بيحصل في الشارع. في بلطجه، في تخريب، في غلط، في اعتداء على هيبه الدوله. لكن هيبه الدوله دي انت وجماعتك اللي مرمختوها في الارض لما اهنتوها بتشكيكم في كل حاجه فيها. قلتوا عليهم متآمرين عليكم، القضاء، المعارضه، الاعلام، الامن، كل دول وحشين عشان ضدكم. الدوله كلها ضدكم. يبقى عايز الدوله الناس تحترمها ازاي؟ اللي بيبلطج في كتاب الدستور هو اللي بيسقط هيبه الدوله يا ريس. ولو في بلطجه في الشارع يبقى اللي بيحصل ده مجرد تقليد ليكم. انا من هنا بعلن تأييدي للرئيس في كل قراراته. اضرب بايد من حديد يا ريس على كل واحد بلطج على البلد، بس ابتدي باللي ماسكين البلد. هذا البرنامج برعاية